المعاناة الكبيرة التي كان يكابدها سكان المناطق الريفية بولاية القضارف في الوصول من وإلى مناطقهم خاصة في فصل الخريف يبدو إنها لزوال. فبداية أعمال السفلتة في طريق القضارف سمسم أم الخير بطول أكثر من 140 كيلومترا تعتبر حمزة الوصل بين مناطق الإنتاج والأسواق. والله فرق شديد جدا جدا. طبعا الشارع هسه بقى سهل وسريع وما في استهلاك بتاع سبيرات والشغل بقى سهله جدا جدا الحمد لله رب العالمين. في الخريف ما بيقدر يجي من الحوري للقضارف، حسي بقينا في ظرف 10 دقائق بتدخل الحوري. يعني الشارع حسي ما شاء الله بقى لنا كويس ومريح بالنسبه لنا، نحن ذاته ارتحنا وطاطنا بقى السمحه وما شاء الله يعني ماشيين كويس. وعلى الرغم من توقف العمل لأكثر من مرة في هذا الطريق الممول من قبل صندوق إعمار الشرق، إلا أن البداية القوية هذه المرة تجعل من الممكن تسليمه في الموعد المضروب. المشروع ده مشروع حيوي، مشروع هام، كان توقف لأسباب فوق العادة. الآن تم استئناف العمل منذ أكتوبر الماضي. نتمنى أن تتواصل فيه الأعمال تباعا حتى يكتمل. الآن تبقى حوالي 6 أشهر للشركة المنفذة من الجدول والزمن المتفق عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمضي الأمور على ما يرام وأن يكتمل هذا المشروع الذي يخدم قطاع عريض وطويل جدا من المواطنين وقطاعات مختلفة. وهنا تؤكد الشركة المنفذة قدرتها على الوفاء بالتسليم وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. مقسمين الطريق إلى قطاعات كل 20 كيلو، وبدأنا في أول 20 كيلو أعمال طبقات الأساس وأعمال الأسفلت، وجاري استكمال باقي الأعمال على طول الطريق. وإن شاء الله نتمنى أن يتم إنجاز الطريق بصورة جيدة، وإحنا كل يوم بنزود معدلات التنفيذ في الطريق، وإن شاء الله يكون يعني مشروع موفق إن شاء الله. عديد الفوائد يمثلها هذا الطريق، ليس أقلها ربط أهم مناطق الإنتاج الزراعي بالأسواق، فضلا عن ربطه إياها بالطريق الغاري القضارف دوك القلابات. الإضافة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يضيفها هذا الطريق لهؤلاء لا تقدر عندهم بثمن، خاصة مع حلول فصل الأمطار. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف.